السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين سفنكس للتسويق العقاري، أهلا وسهلا بكم. عام سعيد عليكم جميعا إن شاء الله. احنا النهاردة في الصحراوي مصر اسكندرية في مزرعة ولا أروع ولا أجمل من المزرعة دي. المزرعة دي عبارة عن 40 فدان ملك نهائي، مزرعة نموذجية. المزرعة بالكامل ملك نهائي طبعا. عندنا المحول ده، احنا في الكيلو 64 من القاهرة، يعني قريبين جدا من الطريق الإقليمي، حوالي 3 كيلو بيننا وبين الطريق الإقليمي. عملائنا المميزين المحترمين بتوع المنصورة والغربية وطنطا، وعملائنا المحترمين بتوع القاهرة قريبة جدا من كل المواقع دي، سواء ان انت جاي من قلب الغربية او من المنصورة او جاي من قلب القاهرة، قريبة في كلا الحالتين. بينها وبين الطريق الصحراوي اولا حوالي 4 كيلو، طريق واسع جدا حوالي 20 متر. بينها وبين الطريق الإقليمي حوالي 3 كيلو، يعني في كلا الحالتين العرض مميز بالنسبة لقرب المسافة. 40 فدان طبعا عليهم سور بالحدود الطبيعية زي ما انتم شايفين كده، الجزورين محاط عليهم بالكامل. 40 فدان عليهم السور بالحدود الطبيعية. طبعا العمدان الكهرباء اللي هناك دي طبعا بره المزرعة بتاعتنا وبعيد عنها. احنا مقربين لكم بالزوم مزرعتنا طبعا قلنا 40 فدان. 40 فدان بالكامل فيهم 20 فدان مزروعين نخل برحي، نخلة بنت جورة، صنف فرنساوي مميز جدا، عمره 1.5 سنة. عندنا داخل المزرعة بيرين، وعندنا محولين. المحول اللي اول ما دخلنا ده على اليمين ده محول، والمحول التاني هنوريه لكم بالظبط. مميزات مزرعتنا كتير جدا، لكن احنا هنذكر المهم دلوقتي. المهم ان احنا عندنا 800 نخلة برحي صنف فرنساوي، وعندنا بيرين، وعندنا محولين كهرباء، ونقدر نعمل على المزرعة دي مشروع انتاج حيواني لان البعد الوقائي موجود. وعندنا المبنى ده بالتفصيل للإدارة هنوريه لكم بالتفصيل. مزرعتنا طبعا مميزاتها كتير جدا، وهنقول لكم بعض المميزات اللي موجودة معانا. عندنا النخلة البرحي بنت الجورة دي سعرها النهاردة مش أقل من 5000 جنيه علشان تشتلها، وممكن تتكمل معاك أو ما تكملش، لكن اللي موجود عندنا الحمد لله نجح وحاجة ممتازة جدا. ده طبعا مبنى الإدارة عايز يتجدد من جديد. هي المزرعة فيها بعض المصاريف، ولكن مزرعة ممتازة جدا وقريبة جدا من القاهرة، وقريبة للي جاي من المنصورة أو من الغربية أو زي ما قلنا من طنطا. المبنى مبنى كبير، مفيش مشكلة في تجهيزه إن شاء الله. مزرعتنا عليها جزورين حدود طبيعية. عندنا 40 فدان قلنا منهم 20 مزروعين، فيهم 800 نخلة برحي بنت جورة، وال40 التانيين بنجهز فيهم على الزراعة في خلال الفترة اللي جاية دي. عندنا مزرعة كبيرة ممكن نستغلها لتربية الأسماك، دي اللي قدامنا اللي هناك دي. طبعا ده النخل حاجة ممتازة جدا. احنا النهاردة في شهر 3، يعني في بداية الربيع. يعني ان شاء الله لما نعدي موسم الصيف ده بالكامل
هيكون النخل ده شكله غير كده خالص، زائد انتاجه بالنسبة للفسيلة. عندنا ممكن ننقل من 20 فدان دول في خلال سنة كمان ان شاء الله 20 فدان تانيين، غير ان احنا بعد كده هيبقى عندنا انتاج فسيلة وانتاج طرح. ده طبعا بالزوم كده كان المحول التاني في المزرعة، في قلب المزرعة، في قلب ال40 فدان، زائد بيارة المية دي او مزرعة اللي ممكن نستغلها لتربية الاسماك. وده البير، وفي بير تاني معانا، يعني عندنا بيرين محولين. عندنا مبنى ممكن نجهزه نظام سكن للمالك او للعمال. ممكن نجهز مزرعتنا دي بالكامل اللي هي ال40 فدان، في منهم 20 جاهزين، وال20 التانيين في خلال سنة ممكن ننقل من النخل ده نجهز ال20 تانيين ان شاء الله. بالنسبة لموضوع النخل البرحي، هو موضوع ناجح ان شاء الله، واستثمار ناجح، والمنطقة بالكامل هنا قريبة. دي المزرعة اللي قلنا لحضراتكم عليها، ممكن نستغلها لتربية الاسماك. الحوض ده طبعا بالزوم كده، اللي هناك ده البير التاني. يبقى اذا عندنا مزرعة سعرها 425,000، سعر الفدان 425,000، قريبة من الطريق الإقليمي 3 كيلو، قريبة من الطريق الصحراوي حوالي 5 كيلو أو 4 كيلو بالظبط. مسافة قريبة جدا. تحياتنا ليكم شركة سفنكس للتسويق العقاري، وكل عام وأنتم بخير. عام سعيد عليكم جميعا إن شاء الله.